90% من مشاكل البادجت هي ليها علاقة بسوء التقسيم، ما لهاش علاقة بحجم البادجت هي قد إيه. تعالَ أفهّمك إيه أكبر المشاكل اللي ممكن تقابلك بسبب سوء التقسيم. أول حاجة ممكن يبقى اختيار البلاتفورم غلط. جوجل مش أحسن بلاتفورم بتجيب لك leads ولا ميتا أوحش بلاتفورم. هي الفكرة في إيه؟ فين الbest buyer persona بتاعك أنت وموجود على أنهي منصة. أول ما توصل له هتلاقي إن سعر الليد جاي لك بسعر reasonable أو بسعر منطقي جدًا، لإن ممكن تبقى البلاتفورم هي أكتر حاجة بتستنزف منك budget. تاني حاجة هي السيزونات بتاعة السنة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا عندي budget السنة كلها باتعامل معاها على إنها budget السنة مش budget الشهر ده كله. ففي بعض الشهور بيتطلب منك الأمر إن أنت تقلل الrate في الصرف جدًا وتعتمد على الcold calls مع بعض الtools اللي قد تكون سعرها أرخص نسبيًا في إنها تجيب لك leads، وفي بعض الأوقات تاني أنت بتinvest أكبر كم من الbudget بتاعتك في الفترة ديًّا، لإن فترة competition وفترة انتعاشة في الماركت. تالت حاجة الاهتمام بالcontent. ما بقيتش دلوقتي مجرد إن أنا معايا budget فهاروح أحطها كلها في الads. شُفنا آخر سنتين الcontent marketing اتطور إزاي والcontent العقاري بقى قوي إزاي. فما تفكرش إن أنت الbudget اللي معاك تصرفها كلها ads، قد ما أنت ممكن تصرف جزء منها على الmarketing اللي تجيب لك نسبة استحواذ وسعر استحواذ وquality استحواذ أفضل بكتير ما تصرفهم كلهم على الads. الميزانية هي أكتر بند في الشركة حساس جدًا، والتعامل معاه ما ينفعش إن هو يكون تعامل غير احترافي. لو عايز حد يساعدك في تقسيم ميزانيتك إزاي تصرفها في المكان الصح، ابعت لنا كلمة ميزانية في الرسايل وإحنا هنقول لك الطريقة الأمثل.